بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو نتحدث عن سبب عدم أرشفة مقالاتك بجوجل أو بموقعك البلوجر. أنت يعني تعمل كل شيء، ولكن تشوف إنه من ملفات السايت ماب تشوف تعذر جلب الملف وهذين الشغلة. حقيقة هذا أكبر خطأ احنا نعمله في بلوجر. كل الأجانب يعملون غير شكل وغير عملنا هذا. يعني احنا بس الشرقيين نستخدم هذه الصيغة. خلي أعلمكم أول شيء، إذا عندك حتى إذا جلب الملف صار أخضر هيك، تم إجراء بنجاح من الأوتوماك إكس ميل، حتى من هذين يعني الثلاثة الباقيين أو أربعة أو أي واحد منهم، قم بحذفهم. يعني أنت يعني لا تنتظر ولا لحظة حتى إذا لم يكن تعذر جلب الملف. ماشي، هذا واحد احذفهم. خلي يكون موقعك 100% ناجح. ماشي، خلي يكون موقعك 100% ناجح. أنا حاليا أعلمك طريقة والله تتأرشف مقالاتك وموقعك كله بدون أي مشاكل. ماشي، بس لحظة، بس خلي يعني نخلص منه هذا. أنا كمان ما نتأخر عليه، هيك احذفه، لا تنتظر. هذا أحسن حل. الأجانب كلهم يعملون هذا الشغلة. فقط خلي سايت ماب XML فقط، لا تخلي أي شيء آخر. شوف أنا حتى عندي دومين، شايف هذا الدومين موجود أنا عندي لهلا، ولكن أستخدم فقط هذا الملف، ما استخدم ملفات أخرى. يعني إعادة ملفات أخرى ما ينفعك بأي شيء. دائما يكون في خطأ أو يعني مشاكل أخرى حتى بصفحاتك دائما. بعد ما كملنا هذا ندخل على موقعنا. ماشي، والإعدادات نضغط على إعدادات وننزل تحت على روبوتكست. خلينا نشوف، بس لحظة، وين خلينا نشوف. شايف أنا عامل إغلاق، يعني ما مفعلة. بس أعلمكم وأعطيكم هذا الرابط بصندوق الوصف. ماشي، بهذه الطريقة. ماشي، أنزل لكم هذا بالموقع تبعي. هذا أنزل لكم هذا الملف بهذه الصورة. أنت كل ما تعمل بس تشيل هذا وتخلي موقعك، حتى إذا ما كان عندك دومين ما في مشكلة، لأن احنا شلناه. الشرح مثل هذا كان موجود هون، احنا شلناه لأنه هذا خلص، لأنه أنت استوفيت. بعد ما كملت هون تعمل حفظ. ماشي، هذا عملنا حفظ. شو نعمل؟ نرجع، خلي ندخل على الملف هذا. لا اعذروني، استعبى. خلي اعمل له استنساخ كامل. استنسخه. ماشي، اقوم بحفظه وخليه يبقى بهذا الشكل مفعل من اوله. شو نعمل؟ ندخل على الملف سايت ماب. ماشي، شوي ننزل تحت الادوات التقارير، ندخل مرة ثانية. لا، ندخل هذا اختبار ملف روبوتكست، نضغط عليه. اختبار ملف روبوتكست.
بس خلي أنا هذا الموقع القديم كان عندي ولكن ما كملته، بس أبعده أفتح الموقع اللي أنا شغال فيه. ماشي، يعني هذا هو اسم موقعي، كان قبل بدون دومين وحاليا في دومين. ماشي، أنا اخترت هذا في كلكم تعرفونه. هذا اخترت، شوف أنا حاط نفس الشيء، شايفين نفس الشيء أنا حاطه. أنتم كمان شوفوا، هذا أخليكم الرابط بالموقع. أنت بس تروح تختار هون، ماشي، وتخلي رابط موقعك، وبعدين شو تعمل له اختبار. ماشي، شوف الاختبار، بعد ما كملت الاختبار تعمل ارسال، لان انا عامل ارسال من قبل، ما احتاج بانه اعمله حاليا مرة ثانية، يعني حتى تشوفون بانه انا استعمل نفس الملف. انتم كمان بالروبوتكس تضيفوا هذا بالموقع موجود، اسيب لكم تقدرون تستنسخوها مباشرة بدون ما تدخل على الرابط وتفتحوا شغلات هيك وهيك. لا، رأسا استنسخه ونزله بالروبوتكست هيك، واعمل له اختبار واعمل له ارسال. ماشي، لما عملت الارسال يعطيك هذا. ماشي، انت تعمل ارسال وخلص. شايف هون، اذا نعمل ارسال، بانه انا عامل ارسال اخاف يكون الشغلة متكررة، ولكن مشانكم انا اعمل ارسال. ماشي، بس يمكن شوف تم بنجاح، يمكن إعادة تعميد الصفحة، وهذا ما محتاجينه خلص، لأنه احنا عملنا الإرسال. ماشي، وبعدين نرجع على موقعنا. شو نعمل؟ نفس الرابط اللي أرسلناه هون، أرسلناه هذا خلص، بعد ما تحتاج أي شيء من ملفات السايت ماب هون، فقط غير هذا الملف فقط. سيب هذا الملف وبعدين احذف كل الملفات. ماشي، انت كملت هذا الشغلة، شو تعمل؟ ترجع لهون تستنسخه، هذا تستنسخه وبس تخلي الرابط تبعك هون، رابط موقع مثل ما حكيت معاكم. وفين تخليها؟ خليها هون. ماشي، شوف انا عامل لنفسكم، وتعمل لحفظ. ماشي، بعد ما عملت الحفظ انا ما اشرح لكم ولا اطول عليكم على علامات الروبوت، رؤوس تفعيل علامات رؤوس المخصصين لبرامج الروبوت. فقط شوف انا مختار، شوف الو نوت إيه. شايف انت اعمل هذا الشيء. ماشي، واعمل حفظ، ما اشرح لكم حتى ما اطول. الاول والثاني والثالث انت اختاره واعمل حفظ. والثالث الاول واختار نوت. انت يعني دائما اختار هذا الني. شايف، واعمل حفظ. ماشي، بعد ما كملت هذه الاجراءات شو تعمل؟ ترجع لهون ما تفعله. ماشي، تسكر على الاخر، لان حتى ما يكون مع هذا الملف روبوت تكست، والملف الاعدادات اللي خليته هون الروبوتس، هذا ملف هون وملف هون، يكون الازدواجية يعني سهمين، دائما تخربط عليها الجوجل، يعطيك ملفات غير صالحة، يعطيك ملفات يعني مشاكل فيها كثير كثير كثير، حتى بعض مرات يعطيك خطأ بالملفات. يعني بأنه ثبت هذا وعدم التفعيل، لأن أنت أرسلت هذا خلص. أنا قبل عملت هذا الشغلة والله ثبتها وأخذت المعلومات من مجموعة. ماشي، وثبتها. بعد ما كملت هذه العملية اتأكد 100% بعد أسبوع لأسبوعين تبدأ مقالاتك تظهر في محركات بحث جوجل بشكل منتظم وبشكل جيد جدا. لا تخاف أبد، لأن صحيح هذا أنا مثلا أدخل على الأداة مثلا، شايف الأداة بأنه الشغلات موجودة هيك، أو أدخل على التغطية مثلا. عندي هذا أنا أرسلت قبل أسبوع هيك، يعني 20/10 أنا أرسلت هذا الشغلة. ماشي، واليوم 31/10، يعني باقي يومين 3 يحلون هذه المشكلة كمان، ولو هذا ما مشكلة من أبد.
إذا في خطأ هذا أعتبر بأنه ملفاتك فيه مشكلة كبيرة في مقالاتك أو بعض أمور آخر. ولكن هذا ثلاثة إذا شفت أي شيء فيه ما لا تهتم أكثر، لا تهتم فيه ولا يعني هذا الشيء ما في يعني أي خوف، فقط في الملف ليس هناك خطأ. هذا إذا شفت هذا الصفر 1 2 3 هذا اعتبر بأنه في ملفاتك أو في مقالاتك أو في شغلاتك عندك أخطاء. ماشي، أنت اعمل هذه الإجراءات اللي أنا عملته وأرسلته 100% تظهر وتتأرشف مقالاتك بمحركات البحث الجوجل بصورة جيدة جدا جدا. يعني دائما يعني حاولوا بأنه ما تستعملون هذه الخمس ملفات هون. الخمس ملفات هون أو 6 ملفات هذا يضر، يعني هذا يضر ما ينفعك بشيء. يعني شو الملفات هذا مش يعني حتى الأجانب ما يستعملونها ولا واحد منهم، فقط يستعملون هذا السايت ماب اكس ان ام. وانت كمان استعمل هذه الطريقة وتأكد 100% بعد أسبوع أسبوعين تظهر كل مقالاتك وكل شغلاتك تنحل بصورة تدريجيا. وبعض في منه يدخل على موقعه ويجيب مثلا هذا موقع، حتى ما تقولون بأنه أنت موقعك يمكن ما تشتغل في، لا موقع رسمي هذا كمان وشغال فيه أنا ونازل عليه إعلانات وشغال فيه وما عندي أي مشكلة فيها. ماشي، يعني حتى ما عندي أي مشكلة بالموقع. بعض مرات يعني الناس يدخلون بأنه يدخل على أحد صفحاته هيك يدخل عليه ويأخذ الرابط من هون. ماشي، يستنسخ الرابط ويدخل على ملف سايت ماب ويخليه هون ويعمل البحث مثلا. هذا شغله ما ينفعك، لان انت عملت ارسال روبوتكس خلص من هذا ما يفيدك بشيء. هذا ما يفيد حتى اذا ما ظهر لك، هذا ما ظهر لك بالاخضر او علامه الصح عندك اختبار عنوان انظر منشور. هذين الشغلات كلها في حل واحد بالملف الواحد. هون عندك ملف واحد يشتغل مضبوط للموقع تبعك. ماشي، وتعمل ارسال للروبوتكس وتغلقه هون وما عندك اي مشكلة بعدين. وانتظر شيء اسبوع اسبوعين وان شاء الله تشوف يعني التغيير في الموقع والسرعة في الموقع يعني الزيارات في الموقع كثيرة يعني. وهذا فيديو اليوم، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيب لكم الرابط بالموقع ان شاء الله، واشوفكم على الخير والفيديوهات الجاية ان شاء الله يكون افضل وافضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.